اتحرمت من التعليم الجامعي، علشان كده ضحت بكل أموالها وأسست جامعة من أعرق الجامعات العربية. تاريخنا مليان حكايات، وحوا ليها دور كبير على مدار التاريخ. حوا النهاردة هي أم العلم والتعليم، الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل. اتولدت في يونيو سنة 1853 بنت الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية. اتعرفت بحبها للخير والأعمال الخيرية، وكانت مهتمة جدا بالعلم والثقافة. بس في الوقت ده ما كانش فيه بنات بيدخلوا الجامعة، ومن حلمها لدخول الجامعة لدخولها بيت الزوجية. اتجوزت من الأمير توسن بن محمد سعيد باشا سنة 1871. كان فرح أسطوري، لدرجة إن التاج اللي كانت لابساه كان تمنه وقتها 40,000 جنيه، وفستانها من الحرير الأبيض عليه أغلى أنواع اللؤلؤ والماس. خلفت من الأمير توسن الأمير جميل والأميرة عصمت، وبعد كده مات الأمير توسن بعد جوازهم ب5 سنين. اتجوزت بعديه محمود سري باشا سنة 1876، وخلفت منه 3 أولاد. في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 فكرة إنشاء جامعة مصرية كانت شبه مستحيلة، والوقت ده كانوا معتمدين على البعثات لأوروبا، لحد 1908 لما تأسست الجامعة المصرية. أجروا مبنى وسط القاهرة وكانوا بيدفعوا له 400 جنيه كل سنة. المبنى ده في الوقت الحالي هو مبنى الجامعة الأمريكية. المعاناة هنا بقى إن الإيجارات بدأت تزيد، وصاحب المبنى عايزه علشان يبيعه. الأميرة فاطمة كان عندها طبيب خاص اسمه محمد علوي باشا، ده كان رائد طب الرمد في مصر وقتها. وصلها إن في مشكلة، إن الجامعة محتاجة مبالغ كتيرة علشان تستمر. عملت إيه هي بقى؟ اتنازلت عن 6 فدان للأراضي اللي كانت بتملكها، و661 فدان من أجود الأراضي الزراعية في المنصورة، وخصصت كمان 40% من صافي أرباح 3357 فدان و14 إيراد و14 سهم، كل ده لميزانية الجامعة. يعني يعملوا لهم كده وقتها 4000 جنيه مبلغ سنوي بعد خصم المرتبات والاستحقاقات. عطت كمان 6 فدان في بولاق في مقر وزارة الزراعة دلوقتي، كل ده علشان ينشئوا الجامعة. وهم شغالين في عملية البناء حصل تعثر مرة تانية، مفيش فلوس. اتبرعت بمجوهراتها، وبما ان كانت مجوهراتها لها قيمة غالية جدا ما كانتش بتتباع جوه مصر. اتكفل محمد علوي باشا انه هيسافر في الخارج علشان يبيعها، وقتها اتباعت بحوالي 70,000 جنيه. سنة 1914 حطوا حجر الأساس لجامعة القاهرة في احتفال كبير جدا، برضو اتحملت هي تكلفته برغم انها ما حضرتش. وبما ان هي كانت الايد الوحيدة الممدودة للمشروع علشان يكمل، عملوا لها لوحة تذكارية في الجامعة شكر وتقدير لمجهودها وتضحياتها. الأميرة فاطمة كانت خيرة جدا، لدرجة انها خصصت 100 فدان كمنح دراسية لتعليم ضباط الحربية والبحرية، واتكفلت كمان بتعليم الأطفال اليتامى. وقبل وفاتها في 18 نوفمبر 1920 اتنازلت عن القصر الخاص بيها اللي اتحول بعد كده لمتحف زراعي. كل الشكر والتقدير لصاحبة السمو عاشقة العلم والتعليم، فاطمة بنت إسماعيل.